هل يا صديقي في حاجة اسمها أشباح؟ طب هو ممكن حد يبقى نايم طبيعي جدا فجأة يصحى من النوم ياكل لحمة نية ويتشخص بعد كده إنه مريض؟ هل ده يعقل؟ طب تفتكر يا صاحبي من وجهة نظرك يعني هو فعلا بيبقى مريض ولا حاجة تانية؟ ده اللي هنفسره مع بعض لما نشوف فيلمنا النهاردة. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والكومنت الجميل والصلاة على النبي ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا بسوجين وبنشوفها بتصحى من النوم فجأة وبتلاقي جوزها الممثل قاعد على السرير وبيردد جملة واحدة وهي إن في حد في الشقة بره، وبعدها بينام مكانه. فبتقوم سوجين اللي بنعرف إنها حامل وبتمسك شنيور وبتدور في الشقة وهي خايفة بس ما بتلاقيش حاجة غير الكلب بتاعها. بس الغريبة إن بتلاقي فردة شبشب جوزها بره الأوضة والفردة التانية تحت رجله، معنى كده إنه اتحرك وهو نايم. المهم إن تاني يوم بيصحى وهو طبيعي جدا وبينزل على شغله، وبعدها بتصحى سوجين علشان تروح شغلها وبنشوفها وهي خارجة من باب الشقة وفجأة بتلاقي جارتها في وشها وبتديها بوكس مخبوزات، وبعدين بتشتكي لها إنها بتسمع صوت صراخ ودوشة عندهم كل ليلة من كل أسبوع، فبتطلب منها يراعوا المشكلة دي. وبنعرف هنا إن الجارة دي جديدة وسكنت مكان راجل عجوز كان عايش في الشقة اللي تحت شقة سوجين المهم إن هنا سوجين بتفهم إن ده صوت الكلب اللي بيزعجها وبتتأسف لها، وبعدها بتروح سوجين الشغل وبالليل بيجي علشان يروحوا سوا. وفي الطريق سوجين بتعرف إن في جارة جديدة سكنت مكان الراجل العجوز الغريب اللي كان ساكن تحتيهم، وبعد شوية بيوصلوا البيت وهنا بتبقى سوجين بتحكي على اللي عمله امبارح والجملة اللي فضل يرددها. فهنا ما بيبقاش فاكر حاجة خالص، بس لما بتقول له الجملة بيفتكر إن الجملة دي عنده في نص المسلسل اللي بيصوره، وبيعدي الموقف وبيفتكروا إنها صدفة لأن الموضوع ده أول مرة يحصل وبيقعدوا يتفرجوا على مسلسل بيمثل فيه. وعايز أقولك يا صديقي إن علاقة سوجين علاقة زوجية ناجحة جدا. وبعد شوية بيدخلوا يناموا وسوجين بتلاحظ إن بيهرش في وشه جامد قوي فبتوقفه وبتكمل نوم. وتاني يوم لما بتصحى سوجين بتتفاجئ إن وشه وإيديه مليانين دم، معنى كده إنه فضل يهرش بشكل عنيف جدا. وبعدها سوجين بتنضف له الجرح وبتحط عليه لزقة وبيروح بعدها الشغل. وهنا بقى سوجين بتلاحظ إن في آثار دم في الصالة لحد أوضتهم وبالتحديد ناحية المكان اللي بينام فيه. وهنا يا صديقي بنتأكد إنه بيمشي وهو نايم. وبعد كده بنشوف سوجين في الشغل وبتبقى بتبحث عن الهرش أثناء النوم، فبيجي لها إن دي بتبقى اضطرابات نوم نتيجة التوتر. وبالليل بترجع سوجين من الشغل وبتلاقي قاعد مستنيها وبيقول لها إن دوره اتلغى في المسلسل الجديد بسبب الجرح اللي في وشه وبيبقى عايز يعتزل، خصوصا كمان إنه لسه ما اتشهرش قوي. فهنا سوجين بتحاول تهديه وبتقوله إن النجاح والشهرة ما بيجوش من يوم وليلة، وبتشاور على الكلام اللي على اللوحة الخشبية اللي عملها ليهم وهي إنهم هيعدوا كل الصعب مع بعض. وبعدها بينام وبتبقى سوجين اللي سهرانة وبتروح تجيب جواندي مطبخ اللي هو القماش ده وبتلبسه علشان ما يجرحش نفسه. وبعد شوية بتتفاجئ إن بيصحى من النوم وبيخرج بره الأوضة، ولما بتروح وراه بتبقى الصدمة وهي إنه واقف قدام التلاجة وبياكل لحمة نية وبيض ني بشكل عشوائي وبيبقى شكله غريب جدا. فسوجين ما بتقدرش تستحمل المنظر وبتروح ترجع، وبعدها بتتفاجئ إنه بيحاول يرمي نفسه من الشباك، فبتحاول تنقذه وتشده لحد ما بتنجح وبيقع على الأرض. وهنا بقى بيفوق. وقتها سوجين بتعيط وبتقوله إنه كان عايز يرمي نفسه من الشباك، فبيحاول يهديها وبيوعدها إن بكرة هيروحوا للدكتور. وتاني يوم بنشوف سوجين مع العمال وهما بيركبوا حديد على الشبابيك كأمان أكتر، وهنا بتبقى سوجين معاها وبتديها رقم العرافة وتعويذة تحطها تحت السرير علشان تبقى في أمان. بس سوجين ما بتبقاش مقتنعة بالكلام ده. وبعدها بنشوف بيكشف عند الدكتور، وقتها الدكتور بيقول له إنه بيعاني من اضطراب حركة النوم السريعة وبيوري له مذكرة صغيرة فيها التصرفات اللي بيعملها بالظبط. وقتها الدكتور بيديه دواء وبيقول له على شوية تعليمات يعملها. وهنا بقى بنشوف سوجين بينفذوا التعليمات وهي إن البيت يكون أمان. فهنا بيغلف سيوف الترابيزات علشان ما يتخبطش لو قام من النوم. أما سوجين فبتبقى بتخبي الأدوات الحادة اللي في المطبخ في مكان أمان. ومن ضمن التعليمات برضه إن لازم يبقى نايم على الساعة 10 بالكتير، والتكييف يبقى معتدل، ولازم قبل النوم ما يستعملش أي شاشات، وممنوع يشرب الكحول، ويلتزم إنه ياخد العلاج في ميعاده. وبعدها بنشوف سوجين بتصحى من النوم وبتبقى مطمنة إن ما قامش من النوم الليلة اللي فاتت. بس لما بتخرج من الأوضة بتتفاجئ إن في بقايا أكل واقع على الأرض، وبتلاحظ شعر الكلب بتاعها على كيس أكل. ولما بتفتح التلاجة بتتفاجئ إن الكلب ميت جواها وبتبقى صدمة بالنسبة لها. وطبعا يا صديقي مش محتاج أقولك إن هو اللي عمل كده وهو نايم. وبعد فترة بنشوف يوم ولادة سوجين وبتولد بنت جميلة، وبعد ولادتها بتبقى مامتها معاها وبتنصحها إنها تتطلق من لأنه خطر عليها وعلى بنتها. فسوجين بترفض وبتقول لها إن بيتعالج وأكيد هيتعافى تماما. وبعد كده بيروح سوجين للبيت، وهنا بقى بيحطوا جرس على باب الأوضة علشان لو اتحرك وهو نايم سوجين تسمع صوت الجرس، وبعدها بيلبس بطانية نوم علشان يضمنوا إنه ما يتحركش خالص. وهنا بقى بنشوف سوجين وهي بتبص من الشباك
وبتلاقي جارتها معاها كلب شبه بتاعها اللي مات، فبتنزل تلعب معاه. وقتها جارتها بيبقى معاها ابنها وبتقول لها انهم اتبنوا الكلب ده جديد لسه. وبعد كده بتطلع سوجين وبتفضل تتفرج على صور الكلب بتاعها وهي متأثرة. وبعدها بتبحث عن اضطرابات النوم اللي عند جوزها، وبتلاقي ان في ناس ارتكبوا جرائم كتير وهم في حالة النوم دي، وفي ناس قتلوا اطفالهم الصغيرين. فهنا سوجين بتقلق قوي وبتدخل لأو وهو نايم وبتديله الدواء من خوفها، وبتفضل قلقانة وما بتعرفش تنام لحد ما بتاخد بنتها وتدخل تقعد بيها في البانيو وبتقفل عليهم من الخوف. وبعد شوية بتتفاجئ سوجين ان او بيحاول يفتح الباب بقوة، ولما بتلاقي وقف محاولة فبتفتح الباب وبتتفاجئ ان جوزها بيقضي حاجته في الصالة. فهنا خوف سوجين بيزيد اكتر وعينيها بتبقى حمرا جدا من قلة النوم. وتاني يوم بيروحوا عند الدكتور، ووقتها الدكتور بيقول لهم ان لسه ما عداش وقت كبير على الاستمرار على العلاج علشان يجيب نتيجة، وبيقول لهم ان مش كل الحالات زي بعض. فهنا سوجين بتتنرفز على الدكتور وما بتحسش بنفسها من كتر الضغط اللي هي فيه. ولما بيرجعوا من عند الدكتور او بيحاول يهديها وبيقول لها انه هيتصرف. وبالليل بنشوف او بيلبس بطانية النوم وبيروح على عربيته علشان ينام فيها في عز البرد، وبعدها بيركبوا ترباس على باب الأوضة وبيبقوا شايفين ان ده افضل حل. وهنا بقى بنشوف ام سوجين بتزور سوجين واوه بيبقى معاها العراف او بمعنى اصح المعالجة الروحانية. وفي الوقت ده المعالجة بتمسك جرس في ايديها وبتفضل تلف بيه في الشقة، ولما بتخلص بتقول لسوجين ان في شبح مس جوزها، والشبح ده في جسم جوزها علشانها هي، وبتقولها ان علشان تطرد الروح الشريرة دي لازم تعرف الاسم، وبتقترح عليها انها تبحث عن اسماء الاشخاص اللي كانوا عايزين يتجوزوها قبل كده، وبتديها تعاويذ تحطها في البيت. وبيبقى او مش مقتنع بالكلام ده. اما سوجين فبتفضل تبحث عن الاسماء، وبتلاقي معظم اللي بتفتكر اساميهم عايشين مش ميتين، لان يا صديق الشبح او الروح الشريرة لازم تبقى ميتة. المهم بالليل بنشوف سوجين مع جوزها في اوضتهم وبيتكلموا عن المعاناة اللي هم فيها، وكان ما صدقوا خلصوا من الراجل العجوز اللي كان تحتهم وكان بيضايقهم، وبيطلع لسوجين دايما في البيت بعد ما او بيمشي بحجة انه ما بيحبش صوت الكلاب. فهنا او بيقول لسوجين بهزار انه شكله كان معجب بيها. فهنا سوجين بتحط الكلام في دماغها، وبعدها بتنزل لجارتها وبتسألها لو تعرف مكان الساكن اللي كان قبلها. فهنا جارتها بتقول لها انه ابوها وبتفاجئها انه مات. فهنا سوجين بتتأكد ان الروح اللي مس جوزها هو الراجل العجوز ده. وهنا بقى بيصحى او ولما بيفتح باب الأوضة بيتفاجئ بسوجين في وشه وعينيها شبه الدم بسبب انها ما بتنامش. فبيديها ورقة لقاها تحت السرير، فبتصرخ فيه وبتقول له دي تعويذة من المعالجة وبسببها هو ما قامش من النوم امبارح وكان كويس خالص. فهنا او بياخدها وبينيمها على السرير بالعافيه لان هي بقت مرهقه وحالتها صعبه. وبتنام سوجين وبتحلم بكابوس انها بتصحى من النوم وما بتلاقيش بنتها، وبتلاقي مكانها زباله وبتجري على صندوق الزباله وبتلاقي بنتها فيه، وبتصحى مفزوعه من النوم. واول حاجه بتعملها بتروح على سرير بنتها بس ما بتلاقيهاش، وبتلاقي حله بتغلي على النار فبتفتكر ان او حط بنتهم فيها وهو نايم، وبتمسك الحله وهي سخنه وبتفتحها بس ما بتلاقيش حاجه، وبتتفاجئ باو اللي شايل بنته وبيلعب معاها عادي جدا. فهنا اول ما بيشوف اللي حصل لسوجين وان ايديها اتأثرت من الميه السخنه فبيروح على التلاجة علشان يجيب تلج، بس هنا سوجين بتخبطه بالحله على راسه وبيفقد الوعي. وبعد شويه بيفوق او بيتفاجئ ان سوجين مكتفاه وموجهه سلاح حاد عليه. فهنا او بيصرخ فيها وبيترجاها توقف اللي بتعمله لانها بقت مجنونه. ويا صديقي عايز اقول لك هي سوجين بقت كده بسبب خوفها، هو في دماغها ان الراجل العجوز او الشبح يعني هيقتل بنتها. وبعد فتره بنشوف او هو بيكشف تاني، والمره دي الدكتور بيفاجئه انه تعافى تماما. وبنعرف هنا ان سوجين محجوزه في مستشفى النفسيه والعصبيه، والنهارده يوم خروجها من المستشفى. وهنا او بيحلق دقنه بعد حاله نفسيه شديده بسبب اللي بيحصل لهم وبعد مراته. المهم ان بنشوفه بياخد ام سوجين وبيروح لها المستشفى بس بتبقى خرجت، فبيحاولوا يتصلوا بيها بس موبايلها بيبقى مقفول. فهنا او بيوصل ام سوجين لبيتها وبيسيب معاها بنتهم، وبعد كده بيروح على البيت. واول ما بيدخل بيتفاجئ بتعاويذ كتيره جدا محطوطه في كل مكان في الشقه، وهنا سوجين بتبقى موجوده. واول ما بتشوفه بتطلب منه يقعد، وقتها او بيقول لها انه تعافى بس سوجين ما بتبقاش مقتنعه وبتجبره يسمعها هتقول ايه. وهنا بتشغل البروجيكتور وبتقول له ان اليوم اللي بدأ تحصل التغيرات الغريبه دي عليه وانه يصحى من النوم بالليل كان يوم 18 اكتوبر، وبتعرض له شهاده وفاه الراجل العجوز اللي بتبقى يوم 18 اكتوبر برضه. وهنا سوجين بتقول له مقوله معينه وهي ان الارواح اللي ما بتصعدش للسما خلال 10 ايام بتتحول لاشباح. الكلام ده كله مش من الدين الاسلامي يا رجاله، فخلي بالكم وانت بتسمع اي حاجه. ومعنى سوجين ان الراجل العجوز فعلا اتحول لشبح خلال ال10 ايام دول، فبيبقى هو مش مصدق اللي بتقوله ولا مقتنع بيه. فبتحاول سوجين تقنعه وبتقول له ان الاشباح لما بتمس جسم بني ادم فوقتها البني ادم ده بيهرش بشكل غريب، وعلشان الارواح في الوقت ده بتبقى عايزه تستعيد قوتها فبتاكل كتير جدا. وفي نظر سوجين ان ده نفس اللي حصل مع او، ومعنى كده انه ممسوس. وبتفاجئه ان اليوم اللي ضربته على دماغه جابت المعالجه وعملوا عليه طقوس. فهنا بيبقى او خلاص بيجيب اخره وبيحاول يقنعها انه بقى كويس لانه كان مريض مش ممسوس. فسوجين بتقول له انه بقى كويس بسبب التعويذه اللي نقشتها على جسمه وقت الطقوس.
كابوس. وهنا او بيروح يتاكد في المرايه وبيلاقي الرسمه فعلا على جسمه، فما بيقدرش يستحمل كلام سوجين وبيدخل اوضته. فهنا سوجين بتفضل تصرخ وتخبط على الباب وبتقوله انه لازم يتعالج ويسمع كلامها، لان لو عدى 100 يوم الروح هتفضل في جسمه وبنتهم هتتعرض للاذى. فهنا او بيفتح الباب ولسه هيمشي، بس سوجين بتمسك اللوحه الخشبيه اللي كان كاتبها لها وبترميها على الازاز وبتقول له انه بيهرب ومش بيواجه، وكان بيكذب لما كتب مقوله انه هيعدوا اي صعب مع بعض. فهنا او بيتاثر بكلامها وبعدين بيسالها هي عايزاه يعمل ايه، فبتهمس له في ودنه ويفتح التلاجة، واول ما بيفتحها بيتفاجئ بانها قتلت كلب الجيران وحطته في التلاجة نفس اللي او عمله قبل كده. فاو بيتقرف من المنظر وبيدخل على الحمام يرجع، بس بيتفاجئ ان سوجين خاطفه جارتهم وحطها في الحمام. وهنا بقى سوجين بتجيب الشنيور وبتمسك جارتها من شعرها وبتحط الشنيور ناحيتها وبتبص لاو وبتتكلم معاه على اساس انه الراجل العجوز، وبتقول له امشي من جسم او يا الا هقتل بنتك وحفيدتك. اما الجاره فبتفضل تعيط وتتذلل لاو وبتكلمه على اساس انه ابوها وبتترجاه يرحمها هي وابنها ويمشي. فهنا او مش قادر يستوعب اللي بيحصل، وهنا سوجين بتغرس طرف الشنيور في راس جارتها وبتنزف وقتها. فهنا او بينطق وبيقول خلاص همشي، وبعدها او بيهجم على سوجين وبيقول لها انه هيمشي. وهنا او بيكلم الجاره كانها بنته وبيقول لها تمشي من البيت هنا افضل وتاخد بالها من نفسها ومن ابنها، وبيروح ناحيه الحيطه اللي مليانه تعويذ وبنشوفه في عين سوجين وهو روحه بتخرج من جسم او اللي وقتها بيقع على الارض. وهنا بقى سوجين بتروح جنب جوزها وبتحس اخيرا براحه. بس عايز اسالك هنا يا صديقي، تفتكر فعلا ان كان في شبح في جسم او ولا هو اللي اتظاهر في الاخر انه ممسوس علشان يريح سوجين؟ لو عندك تفسير يا صديقي اكتبه في الكومنتات. وبكده نكون خلصنا، واتمنى يكون الفيلم عجبكم واستنونا في الجديد. وبس كده، ما تنساش الصلاة على النبي واللايك والشير والسبسكرايب، والسلام.